انطلقت فعاليات الطواف الخليجي السابع لعام 2014 ابتداء من سلطنة عمان ثم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مرورا بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في محافظة الخبر، ومن ثم مملكة البحرين، وختاما في دولة قطر. ويعتبر هذا الطواف الخليجي بادرة للتضامن والاتحاد ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة من الاتحاد السعودي للدراجات. أثبتت المملكة العربية السعودية جدارتها في المشاركة بمختلف أنواع الرياضات، سواء كان على المستوى المحلي أو المشاركات الدولية. أول شيء أحب أشكر قناة السعودية صباح السعودية على تواجدهم معنا، ومهيب مستغربة عليهم ما شاء الله سباقين لتغطية الفعاليات. السباق طواف الخليج اليوم المرحلة الخامسة في الخبر في السعودية. انطلق الطواف يوم 4 ديسمبر من سلطنة عمان، تستمر الطواف حتى 14 ديسمبر. تواجد جميع الدراجين من دول الخليج تحت يتنافسون تحت سقف واحد، منافسة شريفة، تجمع رياضي لأبناء الخليج. هذه طبعا النسخة السابعة لطواف مجلس التعاون، تشارك جميع الدول في هذه النسخة، وهذه النسخة طبعا نسخة فيها يمكن من الحماس وفيها من التنافس ما بين الدول المشاركة. هناك يعني أسماء جديدة طلعت وهناك أسماء عادت. طبعا أنا أشيد ببعض اللاعبين، خصوصا لاعبين المملكة العربية السعودية. اللاعب سلطان العسيري أظن عاد الآن إلى النجومية، هو لاعب كان من اللاعبين البارزين، وأعتقد في هذه النسخة عاد اللاعب سلطان إلى منصات التتويج، وأنا أتوقع أن له إن شاء الله مستقبل قريب، راح يكون مستقبل واعد. بالنسبة طبعا للتنظيم، أنا أشيد بالتنظيم اللي حاصل الآن في المملكة العربية السعودية. في الحقيقة هناك خطوات كبيرة، هناك قفزات تحصل الآن في الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية. بالنسبة لمرحلة الفجيرة، انتقلنا من بعد مرحلة صحار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. أولا في مدينة الفجيرة سابقنا على مسافة تقريبا 70 كيلومتر. الحمد لله كان السباق جيد والتنظيم جيد جدا. حققنا فيه مركز الرابع على مستوى المنتخبات. في اليوم التالي توجهنا إلى منطقة العين. كان السباق فيها قوي جدا لأنه مرتفعات في جبل حفيت. الحمد لله حققنا المركز الثاني والقميص الأحمر كالمنتخب السعودي ولله الحمد. بعد ذلك توجهنا إلى المملكة العربية السعودية ولله الحمد، وكان السباق المرحلة السابقة اليوم الفائت، وهذا اليوم المرحلة الثانية. بعد ذلك نتوجه إلى دولة البحرين إن شاء الله، إلى مملكة البحرين. حيكون عندنا مرحلة واحدة فقط. بعد إن شاء الله هذه المرحلة حنتوجه إلى دولة قطر، وتكون إن شاء الله المرحلة الأخيرة والختام في دولة قطر. الرياضة خلق ومحبة يبرز فيها من كان هدفه الأول الفوز بجدارة، وهذه هي الروح الرياضية الخليجية التي هدفها نشر ثقافة الرياضة السامية وخلق روح الوحدة الخليجية بين الدول وأفراد الشعب. لبرنامج صباح السعودية، رشاد عبد الله.